دلوقتي بوجه كلامي للساده اولياء الامور وبوجه كلامي لولاد الطلبه. انا عايز اقول لهم السنه دي اطمنوا. السنه دي اللي انتوا داخلين يعني شهر الا 3 4 ايام الامتحان. انا عايز اقول لهم اطمنوا. كل المشاكل اللي واجهت طلبه ثانويه عامه في السنتين اللي فاتوا او في الثلاث سنين اللي فاتوا او من 2015 والوزاره السنه دي مختلفه عن الوزارات اللي قبل كده. طب مختلفه ازاي؟ الوزاره السنه دي عندها ودكتور رضا عنده مبدأ وعنده إرادة قوية للتغلب على كل المشاكل والصعوبات اللي واجهت الطلبة وأولياء الأمور. الصورة بتاعت الأم اللي هي خارجة من بنتها خارجة من اللجنة وهي منتظرة منها كلمة، والأم منهارة والبكاء والعيط والحزن نتيجة بعض المشاكل اللي واجهوهم في الامتحان. الوزارة بصت لده. كل وزارة التربية والتعليم كان لها رؤية وكان لها نظرية في التعامل وكان لها نفسها ان الامتحانات تبقى خفيفة، الموسم من الامتحان يكون ظريف، لكن اولياء الامور كان نفسهم حاجة تانية. اولياء الامور كان نفسهم حاجة تانية. اولياء الامور كان نفسهم ان حد يسمعهم. اولياء الامور والطلبة كان نفسهم حد يسمعهم. جاء دكتور رضا السنة دي من اول السنة قرر ان هو يسمعهم. طب قرر ان هو يسمعهم ازاي؟ عمل لجنة واللجنه دي مش معموله النهارده، ده معموله من اول السنه من شهر 9 لحصر جميع المشكلات اللي اشتكى منها الطلبه في السنوات اللي فاتت. كل المشكلات من ضمنها مشكله الغش، مشكله الوقت بتاع الامتحان، مشكله الصياغه بتاعه الاسئله. وبدا يتابع وعمل لجنه قويه جدا. اللجنه تبعت ايه؟ تبعت جميع المقالات اللي اتكتبت على الثانويات العامه في السنوات اللي فاتت. تبعت جميع مقاطع الفيديو اللي فيها صور البنات وآرائهم في الامتحانات والأسئلة والصياغة. تبعت كل حاجة. وبدأت بقى نلاحظ الله، فعلا في ناس عندها حق. ده الولاد وأولياء الأمور يقول لك إن في طالب عدى أولى وثانية ثانوي في مدرسة وحول ثالثة في مدرسة ثانية. طب اشمعنى المدرسة دي كل الطلبة توجهت ليها؟ لا في غش. يبقى في غش. يبقى إذا قررت الوزارة السنة دي يكون في شفافية وموضوعية وحق وعدل لجميع الطلاب. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اطمن اولياء الامور ان كل المشاكل اللي في دماغهم، كل المشاكل اللي رعباهم الوزارة بتبحث عن حلول فيها. اتمنع تماما التحويلات لطلبة ثالثة ثانوي. مفيش طالب ثالثه ثانوي هيعدي اولى وثانيه في مدرسه ويحول لسنه ثالثه في مدرسه ثانيه في محافظه ثانيه. الكلام ده مستحيل. طب دي مشكله الغش. طب المشكله بتاعت صياغه الاسئله. كان الاول، وانا عايز برضو اولياء الامور ياخدوا بالهم من الحته دي كويس قوي علشان صيغه السؤال. كان الاول احنا بناخد الاسئله من بنك الاسئله مباشره للمطبعه وتطبع الاسئله. السنه دي السنه الاولى الاسئله هتتجاب، لجنه من الخبراء هتشوف كل سؤال. طيب هتشوف كل سؤال ليه؟ مفيش سؤال من ضمن الاختياري اجابتين ينفعوا، ما ينفعش. احنا مش عاملين لغز للطلاب، مش عاملين فخ للطلاب. اللي بيصيغ السؤال مش بيصيغ السؤال علشان يحارب الولد. ما يبقاش الولد عنده مفهوم داخل قلبه او داخل دماغه واللي عاطط السؤال قاصد مفهوم بعيد. ده اسمه سؤال الفخ. احنا مش بنعمل كده. احنا بنسأل سؤال بيقيس نواتج تعلم الطلاب بعد المعرفة. ازاي يا طالب هتدير المعرفة؟ يبقى احنا عندنا معرفة وإدارة المعرفة. إذا الأسئلة كلها لا تحتمل غير إجابة واحدة. كان السنة اللي فاتت الطلبة تخرج ما هم الاتنين صح. مش هيحصل الكلام ده السنة دي. مشكلة ثالثة يقول لك الوقت. وفعلا تم التغلب على الوقت بتقليل عدد الأسئلة. يعني معنى الكلام ده إن بالفعل السنة دي ممكن تكون سنة ثانوية عامة مختلفة. بالفعل السنه دي ان شاء الله. هو طبعا الكمال لله وحده، لكن في مجهود بيبذل. الغش ان شاء الله ومحاولات الغش. اي لجنه ثبت العام الماضي او العام اللي قبله ان هي بتدار للغش لن يقام فيها امتحان ثانوي عام.